عشان أكمل أعمل فيديوهات تفيد ناس أكتر، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع كان فيه اختلاف اراء كتير قوي، موضوع الدفع الخلفي في العربيات. الدفع الخلفي معناها ان العربيه الموتور بيحرك العجل اللي ورا، مش بيحرك العجل اللي قدام، وعشان كده مسمينه دفع خلفي عشان هو بيزق العربيه من ورا. الامامي لما الموتور يكون متوصل بالعجل الامامي ساعتها بيسموه جر امامي، عشان اكن العجل اللي قدام بيجر العربيه من قدام. ناس كتير بتقولك ان الدفع الخلفي احسن بكتير قوي من الجر الامامي. فهل هو فعلا الدفع الخلفي احسن بكتير من الجر الامامي؟ السؤال ده ملوش اجابه مطلقه، ما ينفعش تقول ده احسن من ده وده احسن من ده. الموضوع يعتمد على طريقه سواقتك وانت عايز ايه من العربيه. الجر الامامي اتعمل في يوم من الايام عشان يوفر مصاريف صناع السيارات، عشان هو كل حاجه بتبقى قدام فمش محتاج يحط حاجات زياده تكلفه فلوس اكتر، وفي نفس الوقت مدياله جزء من الامان عشان انت في الاخر وانت داخل على ملف بعربيه جر امامي العربيه بتعمل حاجه اسمها اندرستير. اندرستير يعني ايه؟ يعني العربيه لما تيجي تكسر تحس ان هي مش عايزه تكسر منك وتلاقي العربيه بتحدف منك لبره. فطبعا هتقولي يا جيز طب ده امن في ايه؟ امن في انك انت اول ما تسيب بنزين شويه تلاقي الدريكسيون بيستجيب معاك والعربيه بتلف منك. فالموضوع امن عشان البني ادم تلقائيا اول ما بيلاقي ان هو العربيه بيحصل فيها حاجه بيقوم سايب بنزين، فساعتها العربيه هتلف منه اكتر، فساعتها هو هيعرف يتدارك الموقف. في العربيات الدفع الخلفي الموضوع مختلف. انت لما تخش على ملف العربيه بتعمل حاجه اسمها اوفر ستير. اوفر ستير معناها ان العربيه بتلف اكتر من اللازم، فتلاقي ممكن العربيه تلف من ظهرها معاك وتلاقي نفسها العربيه بتعوم منك. طبعا العربيات الجديده محطوط في حاجه اسمها تراكشن كنترول، اللي هو يقوم مفرمل لك عجله من العجلتين اوتوماتيك من غير ما انت تحس، بحيث ان العربيه تظبط نفسها وما تلفش حوالين نفسها. بس لو العربيه وصلت لمرحله ان هي التراكشن كنترول ده مش عارف يعمل حاجه، هتلاقي انك انت ممكن عادي تخيش بسهوله جدا ومش هتعرف تتصرف زي ما التصرف اللي انت هتعمله، اللي هو لو سبت بنزين او دوست فرامل العربيه مش هتستجيب منك زي ما هتستجيب منك في الجر الامامي. فهو الجر الامامي امن في السواقه من الدفع الخلفي، اللي هو 90% من الناس ما عندهاش خبره سواقه السباقات وسواقه الاوفر ستير والاندر ستير للعربيه اللي انت سايقها. طب يا حجاز ده معنى كده ان عربيات الجر الامامي كويسه وما فيهاش اي مشكله؟ هي كويسه وما فيهاش اي مشكله واشتريها وما تقعدش تفكر في الموضوع ده، الا لو انت من الناس اللي بتدور على السواقه، او انت من الناس اللي هتشتري عربيه قدرتها الحصانيه عاليه، عشان معروف طبعا ان الحاجه لما تزقها من ورا احسن ما تجرها من قدام. حتى هتلاقي نفسك لما تسوق عربيه جر امامي عادي العجل اللي قدام ممكن يفوت لو انت دوست بنزين مره واحده جامد والعربيه تقيله، لكن في الخلفي لا، الخلفي بيزق العربيه لقدام. لو انت معاك عربيه قدرتها الحصانيه عاليه انا ما انصحش العربيه دي تكون جر امامي، عشان هتلاقي ان العجل قدام بيفوت معاك كتير قوي، وده هتلاقيه في اغلب العربيات اللي هي من مجموعه فولكس فاجن جروب زي الكوبرا والجولف وحتى السكودا الفي ار اس اللي هي بتبقى جر امامي. هتقولي طبعا ما هم عملوا الكترونيك ديفرنشال وحاجات كده، اجهزه حطوها قدام وبحيث ان هي الكلام ده ما يحصلش منك في الطلعه. تمام، هم حطوا كل الكلام ده وفعلا العربيه مش هتنتش منك، بس هي في مقابل ان هي ما تنتش منك هو بيقلل قوي الباور ان هو يجر العربيه، عشان في الاخر خلاص هو مش عارف يعمل حاجه، انت بتجر العربيه من قدام عنك انت بتزقها من ورا، فمهما عملت هتلاقي تجربه القياده مختلفه شويه ومش مريحه وما بتبسطكش قد كده. ده غير طبعا انك انت محتاج دايما تحافظ على الكاوتش اللي قدام بتاعك كويس قوي عشان تلاقي النقشه كويسه والعجل ده ما يفوتش منك في العربيات دي. انا من الحاجات اللي انا ما فهمتهاش خالص عربيات زي سكودا في ار اس، انت المفروض كنت تنزلها دفع رباعي، ايه اللي مخليك تنزلها جر امامي وعربيه حلوه قوي الباور بتاعتها حلو جدا، بس في الاخر انت حطها لي جر امامي ومعتمد على الالكترونيك ديفرنشال ان هو هيظبط لك الدنيا، وهو في الاخر بيحاول وبيجاهد، بس لازم يكون كاوتش مظبوط قوي والارض مظبوط قوي عشان الموضوع يظبط معاك فعلا. فخلاصه الكلام اشتري جر امامي براحتك ولا يهمك، مفيش اي مشكله. لو العربيه انت بتعتمد على تجربه القياده وانت بتجري وعايز تستمتع بالعربيه وعايز تلعب بالعربيه، لا خليك في الدفع الخلفي. وطبعا لو انت جايب عربيه قدرتها الحصانيه عاليه ابعد عن الجار الامامي، عشان العربيه دي هتتعبك وهتلاقي بتفوت منك كل شويه ومش مستمتع بيها زي ما انت متخيل. ولو نفس العربيه دي على دفع خلفي هتلاقي السواقه احلى بكتير قوي. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم،
كان معاكم محمد حجازي في كدبة مصدقينها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.